أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الأكارم أينما كنتم بكل خير. تحية نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، ونبدأ نشرة هذه الفترة بأهم وأبرز العناوين. خارطة طريق الصحية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. مشروع جرسة الزراعية يشهد تطورا ملموسا. شركة حالات المواصلات توسع خدماتها في الإقليم الأوسط. رئيس وزراء إثيوبيا يقدم طلبا للاستقالة من منصبه. جاكوب زوما يعلن استقالته من رئاسة جنوب أفريقيا. وموسكو تتهم واشنطن بالعمل على تقسيم سوريا. أهلا بكم. وضعت وزارة الصحة خارطة طريق صحية في اجتماع عقدته بقاعة أروتا في 15 من فبراير الجاري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي يتوقع الوصول إليها حتى عام 2030. وهدفت خارطة الطريق التي أعدت بتعاون وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وضع خارطة عامة تساعد في تنفيذ أهداف التنمية والقيام بالاستعدادات المسبقة لحل الإشكالات التي تطرأ، باعتبار أن إريتريا من الدول الإفريقية العشرة التي حققت تقدما جيدا في تحقيق أهداف الألفية. وقال مدير النظام الصحي في مكتب منظمة الصحة العالمية فرع أفريقيا الدكتور ديلانيو دولفلو في التقرير الذي قدمه إن أحد أهداف التنمية المستدامة المبتغى الوصول إليها تأمين الصحة لجميع الأعمار، ومن المهم وضع السياسات المساعدة لتحقيق ذلك والقيام بالاستعدادات اللازمة لتجاوز التحديات وتعريف الجميع بأهداف التنمية المستدامة المخطط بلوغها عام 2030. وأوضح المدير العام لقسم الخدمات الصحية الدكتور برهاني جبرتنسائي في الكلمة التي ألقاها ممثلا لوزارة الصحة أن خارطة الطريق الموضوعة تساعد في إنجاز أعمال وزارة الصحة بالتنسيق مع الشركاء، وهي ضرورة لضمان الصحة على المستوى العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. من جانبها أوضحت مندوبة منظمة الصحة العالمية في إريتريا السيدة جوزفين نامبوزي الإنجازات التي حققتها إريتريا في أهداف الألفية، معربة عن ثقتها في مساهمة خارطة الطريق الصحية لتحقيق تقدم كبير في إنجاح أهداف التنمية المستدامة. هذا وتشمل أهداف التنمية المستدامة 17 هدفا، من بينها الصحة، و169 من الأهداف الأخرى المرتبطة بها، حيث توجد مشاريع تمويل كبيرة تدعو الأولويات لتنفيذ هذه المهام الكبيرة بكفاءة وفعالية. حقق مشروع جرسة الزراعي تطورا ملموسا في تنمية الفواكه والخضروات، وأشار المشرفون على العمل إلى أن نمو جيد لأشجار الفواكه المنماة في مساحة 1000 هكتار بالمشروع، وتضم 30,000 شجرة من البرتقال والمانجو وجريب فروت والليمون واليوسفي والباباي والجوافة والتمر. كما يتم تنمية الطماطم في مساحة 60 هكتارا، حيث يتسلم مصنع ألبو للصلصة يوميا 5000 طن من الطماطم. كما يتم في المشروع تنمية البصل، ويعمل المشروع لتنمية مساحة 230 هكتار إضافة إلى الهكتارات المزروعة. وإلى جانب مساهمة مشروع جرسة الزراعي في تنمية المحاصيل والفواكه والخضروات، يخلق أيضا فرص عمل واسعة للمزارعين في المنطقة، حيث يعمل في الوقت الحالي في المشروع 1500 مواطن في مختلف المجالات المتوفرة بالمشروع. نظمت ندوة قانونية للمرأة في مدينة كرم بالتعاون بين الاتحاد الوطني للمرأة ومكتب متابعة المحاكم الأهلية في إقليم عنسبة.
وقدم السيد قبيل تمنوى من مكتب متابعة المحاكم الأهلية في الأقاليم شرحا حول قضية تكوين الأسرة وحقوق الوراثة، موضحا مغزى الزواج وأنواعه من منظار القانون المدني ومتطلبات الزواج القانوني والمقبول وزواج القاصرات، وأشار إلى الممتلكات الفردية والمشتركة للزوج والزوجة والسلطة القانونية على الممتلكات المشتركة ودافع الديون الزوجين، وأكد على عدم وجود فوارق في حقوق الوراثة في القوانين المدنية الإريترية بين الرجل والمرأة، حيث يوضح القانون المدني بأن المرأة ترث بنفس مقدار الرجل. ودعت المشاركات إلى ضرورة مواصلة مثل هذه المحاضرات الهامة ومشاركة الرجال فيها. وقالت مسؤولة فرع الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم عنسبة السيدة آمنة حسين أن معرفة القانون له أهمية كبيرة، داعية المرأة لرفع وعيها بالقانون. تقوم شركة حارات المواصلات العامة بتوسع خدماتها في الإقليم الأوسط، وفتحت خطوط المواصلات في الأسابيع الماضية لقريتي عمسي ودعرو قولوس. وقال مدير مكتب الشركة السيد أبراهام قرقيس أن الشركة فتحت 54 خطا في البلاد عامة، 26 منها في الإقليم الأوسط الذي تقدم فيه خدمات منتظمة تدع في الاعتبار أوضاع الطلاب والعمال. وأشار إلى نقل حافلات الشركة التي تنطلق من أسمرة حوالي 10,000 راكب يوميا، وتقديم خدمات المواصلات للمناسبات المختلفة وأكثر من 85 حافلة صغيرة لنقل عمال الوزارات والمؤسسات في أسمرة. وأعرب المواطنون عن ارتياحهم لخدمات المواصلات التي تقدمها شركة حارات بأسعار مناسبة. نظمت في مديريات اقليم القاشبركة تسني وهيكوتا وبارنت وغردات ولوق عنسبة لقاءات بهدف خلق بيئة مناسبة للشباب لتعزيز وعيهم من أجل المساهمة الفعالة في إنجاح البرامج الوطنية. وكان الهدف الرئيسي من تنظيم اللقاءات التي شارك فيها أكثر من 6500 من الشباب العامل وطلاب المرحلة الثانوية لتعزيز دور المجتمع وخاصة دور الآباء في توجيه الشباب وتنشئتهم على القيم السمحة والأخلاق الحميدة. وذكر بأن الأنشطة الجارية لتعطير الشباب بالنزول حتى إلى مستوى الضاحيات مثالا حي للجهود الجارية من أجل تعزيز وعي الشباب، ويتطلب كافة الجهات الحكومية العمل المنسق لإنجاح المهام. من جانبهم اقترح المشاركون على خلق بيئة ملائمة ينشطون فيها الشباب الطلاب حسب ميولهم، والدفع باللقاءات التعبوية وتقوية المراكز الشبابية من حيث النوعية والعددية، ونشر المعلومات الآنية في وقتها وغيرها من المقترحات البناءة. فاصل قصير مشاهدينا الأكارم، ومن ثم نعود لمتابعة الأخبار على الصعيد العالمي، فكونوا معنا. أهلا بكم. قدم رئيس وزراء اثيوبيا السيد هايلي مريم دسالين طلبا للاستقالة من منصبه، وقال في تصريح عبر التلفزيون الإثيوبي يوم أمس الخميس إنه قدم استقالته بمحض إرادته. وأوضح في تصريحه أنه سيقوم بتصريف الأعمال حتى قبول الجهة التنفيذية للإهوداج ومجلس ممثلي الشعب الاستقالة التي قدمها من رئاسة حزب الإهوداج ورئاسة الوزراء. تجدر الإشارة إلى أن إثيوبيا شهدت في الأشهر الأخيرة مظاهرات شعبية قوية، وقد تجاوزت المظاهرات في الأسابيع القريبة الماضية المدن الرئيسية لإقليمي أوروميا وأمهرة لتصل إلى أبواب العاصمة أديس أبابا. وقد اضطر النظام الويان إثر ذلك لإطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين الذين أسرهم لسنوات تحت ضغوط المظاهرات والمقاومة الشعبية القوية. وتفيد التقارير بأن أكثر من 1,000,000 شخص من إقليمي أوروميا والصومال فقد نزحوا عن ديارهم، وأصبح الآلاف عرضة للموت والاعتقال بسبب الأزمات التي خلقتها الإدارة العنصرية للويان. أعلن رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما استقالته من منصبه الأربعاء، مذعنا لمطالب حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم الذي ينتمي إليه لوضع نهاية لحكمه الذي امتد ل9 سنوات شابتها الفضائح.
ورغم ذلك قال زوما في خطاب الوداع إنه يختلف مع الطريقة التي دفعه بها الحزب لترك السلطة مبكرا بعد انتخاب سيريل رامافوسا رئيسا للحزب في ديسمبر، وجاءت استقالته بعد ساعات من مداهمة الشرطة لمنزل حليفيه الأخوين في إطار تحقيق يتعلق بمزاعم فساد ضد زوما ودائرته المقربة. وينفي زوما والأخوين ارتكاب أي مخالفات. هذا وقد أمر الحزب زوما بالتنحي عن منصبه يوم الثلاثاء، وفي حال عدم تقديم استقالته أعلن أنه سيدعم مقترحا تقدمت به المعارضة في البرلمان لعزله. اتهمت روسيا الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تسير على ما يبدو نحو تقسيم سوريا، ولم تستبعد عقد قمة ثلاثية بين زعماء تركيا وإيران وروسيا في حال اقتضت الضرورة بشأن الأزمة السورية. وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن واشنطن على ما يبدو تسير نحو تقسيم سوريا، مشيرا إلى وجود خطة عملية لتقسيم هذا البلد. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إنه لم يتم تحديد جدول زمني بعد بخصوص عقد قمة ثلاثية، إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتصال دائم مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني، ويتباحث معهما مستجدات الأوضاع في سوريا. يذكر أن بوتين وروحاني تناولا آخر المستجدات الحاصلة في سوريا خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما، وشددا على ضرورة مواصلة التعاون القائم بين طهران وموسكو وأنقرة. قال مسؤولون في شرطة ولاية فلوريدا الأمريكية أن عشرات الأشخاص قتلوا وجرحوا في حادث إطلاق نار بإحدى المدارس الثانوية في جنوب الولاية. وأوضح قائد شرطة المقاطعة أن 17 شخصا على الأقل قتلوا، فيما أصيب أكثر من 50 شخصا في الحادث. وقال قائد شرطة المقاطعة عبر تويتر إنه تم احتجاز المشتبه به الرئيسي في الحادث. وذكرت وسائل إعلام محلية أن مطلق النار هو تلميذ سابق في المدرسة وتم فصله منها لأسباب تتعلق بعدم الانضباط. جمعت عروض فنية في شارع بالقاهرة مئات المصريين في مهرجان بوسط المدينة جلب لهم الموسيقى النوبية والأغنيات الشعبية وحتى عروض السيرك. وغنى الحضور مع الموسيقى ورقص البعض، بينما كان المؤدون يغنون أمام المشاهدين في شارع للمنشآت والذي يعد منطقة تجارية. وتقدم عروض مهرجان ممر بهلر لفنون وإبداع الشارع المصري مجانا، وتتيح للمارة في المنطقة مشاهدة ما يرغبون من عروض، كما أنه يعتبر عرضا نادرا في شارع بوسط القاهرة، وحدوثه في الشارع يجعله مميزا بالنسبة لبعض أفراد الجمهور. وإضافة لأجواء العروض الفنية المبهرة، أضيئت مصابيح ملونة على المباني التي أشرفت على مكان المهرجان الذي تنظم في الفترة من 9 وحتى 14 من فبراير الجاري. مشاهدينا الأكارم، فاصل آخر ومن ثم نعود لمتابعة النبأ الرياضي، فابقوا معنا. أهلا بكم. لليوم الثاني على التوالي اكتسح المنتخب الوطني للدراجات الهوائية منافسيه وفرض هيمنته المطلقة بالنسخة 13 لبطولة أفريقيا التي تستضيفها رواندا حتى 18 من فبراير الجاري. وبرز نجوم منتخبنا الوطني بشكل ساطع في اليوم الثاني للبطولة الإفريقية التي شهدت إجراء 4 استحقاقات كانت اليد العليا في جميعها من نصيب نجوم المنتخب الوطني، حيث خرجوا ب4 ذهبيات جديدة. وتوج نجم المنتخب الوطني مكسب دبساي بلقب أسرع دراج لعام 2018 في فئة النخبة، قاطعا المسافة في ظروف زمنية قدره 53.25 دقيقة.
وتبوأ الدراج الإريتري الشاب سايمون موسيا الترتيب الثامن ليحافظ على الميدالية البرونزية في فئة الشباب لما دون 23 عاما. وأهدت المتسابقة موسانا دبساي الذهبية الأولى لمنتخب السيدات بعدما ظفرت بلقب أسرع متسابقة في إفريقيا، بينما حازت المتسابقة الإريترية الثانية في السباق تيغستي جبرهيوت على المركز الرابع لتظفر بالميدالية البرونزية في ترتيب الشابات لما دون 23 عاما. واكتملت التتويجات الإريترية في سباق سرعة ضد الساعة للناشئين والناشئات من خلال بنيام جرماي ودسيت كيداني اللذان توجا بالميدالية الذهبية على التوالي. بهذا الخبر الرياضي مشاهدينا الأكارم وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.